السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. خبر جديد النهاردة بيقولوا إن تم القبض على الفنانة منة شلبي وبحوزتها 12 كيس من مادة الماريجونا اللي هي البانجو يعني. وقامت السلطات المصرية النهاردة بالقبض على الفنانة منة شلبي وهي في مطار القاهرة الدولي. وأثناء التفتيش اكتشفوا ان الفنانة بتحوز عدد 12 كيس من مادة الماريجونا اللي هي البانجو. المحامي بتاعها طلع قال لك لا يا جماعة، الموضوع دوت يجوز انها تشيل المخدرات دي لانها مش مخدرات، دي نباتات طبيعية. ال 12 كيس الماريجونا او البانجو، المحامي اللي هو محامي الفنانة منة شلبي يعني بيقولك ان دي نباتات طبيعية مش مخدرات. ف فمش عارفين بقى النيابة بدورها اتحفظت على الفنانة لحين التأكد من صحة المواد المخدرة او من عدمها. ولكن الخبر المؤكد ان الفنانة منة شلبي في الوقت الحالي مقبوض عليها بتهمة حيازة 12 كيس من مادة الماريجونا اللي هو البانجو. والمحامي بسم الله ما شاء الله، انتوا عارفين لو حد اتمسك مش ب 12 كيس ماريجونا، لا ده لو اتمسك بايه، بسجارة، بياخد له بتاع ممكن 4 سنين 5 سنين. هي لو الدنيا تمام ومظبوطة ما تاخدش اقل من 25 ممكن عشان شقة مؤبدة. المهم الخبر ده كان النهاردة تم القبض على الفنانة منة شلبي وهي بحوزتها 12 كيس من مادة الماريجونا اللي هي البانجو. وهنشوف هل هيتم الإفراج عنها وهل هي مواد فعلا مخدرة، ولا الموضوع كله فرقعة إعلامية، الله أعلم. احنا ما شفناش حاجة، احنا ناقلين للخبر مش مؤكدين، ولا يعني احنا بننقل الخبر اللي هو موجود قدامنا. ده كان خبر النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين وجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب العالمين. السلام عليكم.